شوية غلطات لو انت بتعملها حاول تتفاداها وتبطلها، عشان ده هيأثر على العربية بتاعتك. اول حاجة ما تحطش ايدك على عصاية الفتيس اذا كانت مانوال او اوتوماتيك على مسافات طويلة، عشان ده بيأثر على التروس بتاعة الفتيس، لان دي حركة يعتبر لا ارادية، وانا من ضمن الناس اللي كنت بعملها، وبحاول على قد ما اقدر ما اشيل ايدي، ما احطش ايدي على طول على عصاية الفتيس حتى لو هي اوتوماتيك وثابتة. تاني حاجه لما تيجي تغير زيت العربيه ما تغيرش زيت خالص، عشان هما في البنزينات بيقول لك لازم تغير زيت بالشفط. لا، غير زيت طبيعي جدا، تفك الطبه من تحت وتشيل الفلتر من تحت، والزيت كله ينزل من العربيه من تحت العربيه. بلاش الموضوع الشفط ده عشان مش بيطلع كل الزيت القديم اللي كان في العربيه، فبلاش الحركه بتاعت الشفط دي خالص. ولو حد في البنزينه او في المركز انت بتغير فيه اشار عليك بموضوع الشفط ده، قول له لا انا عايز اغير زي التغيير العادي الطبيعي بتاع زمان، اللي هو ايه، بنفك الطبه من تحت والزيت كله ينزل. لو انت معاك، لو انت من هواة الجري والسرعه والفيرنا اللي معاك مقويه قلبك، بلاش تاخد الملفات على سريع او بسرعه. لازم تهدي او تمور العربيه، عشان ده ممكن يأثر على الكبالن بتاعه العربيه ويقلل من عمرها الافتراضي. تلاقي العربيه بعد فتره مش كبيره الكبالن بتتكتك يمين وشمال. لو انت بتحود العربيه يمين او شمال هتسمع صوت تكتكه كده، او لو انت ماشي بعربيتك بتسمع جنبك كتير عربيات بتبقى ماشيه لما يجي يخش كده يمين او شمال في تكتكه في العجل قدام، ده بيبقى في الكبالن وده بيبوظ عشان انت بتاخد الملفات على سريع، فالكبالن عمرها بيقصر. فانت عشان تتفادى الموضوع ده تاخد الملفات اهدى من كده وتمور العربيه. لو انت عربيتك ايه مانوال تمور، عشان العربيه ما تبقاش واخده سرعه، يعتبر بتبقى بتلف ايه على بطيء وما خدتش، يعني مش تاخد منك حاجه لو انت لفيت ايه، لفيت بالراحه. يعني مش لازم تبقى بتلف وانت بتطير، عشان يعني ربنا يحمينا من كميه الايه الحوادث والمشاكل اللي بنشوفها في الشارع من السرعه.